السلام عليكم المشاهدين، ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم غنشارك معكم واحد القرص اللي كيجيو رطبين بزاف وخفاف، هشاشين قطنيين، منسمين، كيجيو لذاذ بزاف. نتمنى الطريقه ديالي تعجبكم. ما تنسونيش بلايك الفيديو، اشتراك في القناه، ومشاركه الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء. وقبل ما نبداو نصليو على المصطفى الامين في هذا الشهر العظيم صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للمكونات، عندي 2 كيسان ديال الحليب دافين، كاس ديال الزيت، بيضات، نص كاس ديال سنيده او سكر حبيبات، زيد واحد شويه. عندي خماره ديال الحلوى، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، وغنسمها بمعلقه ديال النافع ومعلقه ديال حبه حلاوه، كتجي لذيذه بهاد المنسمات. اما بالنسبه لقياس الكاس فهو قياس كاس العنبه. ودابا غنبداو بسم الله. غنحط السنيده، غنزيد 2 كيسان ديال الحليب اللي دفيتهم واحد شويه، وغنزيد عليهم الخميره، نزيد خماره ديال الحلوى، ونخلط مزيان صافي. وغادا نغطي هذا الخليط حتى تتفاعل الخميره مع المكونات هما تفاعلوا مزيان مع الخميره. ودابا غنزيد عليهم كاس ديال الزيت، النافع وحبه حلاوه اللي صهدتهم واحد شويه فوق العافيه، كيعطيو القراشل واحد البنه وواحد اللذه، كيجيو بنان بزاف. دابا غنزيد بيضه كامله، والبيضه الثانيه غنزيد غير البياض ديالها، والصفار غنحتفظ به للتزيين. غادا نخلط هاد المكونات كاملين. وعندي هنا الملح غنزيد على الخليط. عندي هنا 6 كيسان ديال الدقيق الابيض من النوع الجيد ديال الحلويات، مقادير مضبوطين، كيجيو لذاذ بزاف وبنان وهشاشين. انا غادا نعجنهم في العجانه، سواء عجنتيهم بايديك او في العجانه كيجي نفس النتيجه، كيجيو زوينين بزاف لذاذ رطبين هشاش، قرص كيجيو زوينين. العجينه ديالنا القوام ديالها هو هذا، كيجي بحال ما هكا، كتبقى شويه تلصق في اليد باش ملي كطيب كتجي مفشفشه وخفيفه. صافي غنحاول نجمع، ندير شويه الزيت في يديا ونحاول نجمعها. غنغطيها ونخليها حتى تخمر مزيان ويتضاعف الحجم ديالها. العجينه ديالنا هي خمرات وتضاعف الحجم ديالها، شوف قداش ولا واحد الريحه طالعه منا ديال النافع وغزاله. وغادا نبدا نخرج في الهواء من العجينه. غندهن ايديا بشويه ديال الزيت، وغنبدا نشكل من العجينه قريصات متوسطين في الحجم ديالهم، ونبقى غادا بحال ما هكا مع العجينه ديالي حتى نكملها كامله. طريقه سهله بزاف، المقادير حتى هما مضبوطين، النتيجه مضمونه وناجحه. الا تبعتوا الطريقه ديالي البنات غتعجبكم بزاف. انا كملتها. دابا غادا نغطي عليهم ونخليهم عاوتاني يخمروا مزيان. ودابا غندهنهم بصفر بيضه، قهوه سريعه الذوبان، شويه ديال الحليب،
هاد اللون هذا، هاد الخليط هذا كيعطيهم لون زوين بزاف. ودابا ملي كملتهم في الدهين غنبدا نزين فيهم بالزنجلان، وغادا ندخلهم للفران نبقى مقابلاهم حتى يطيبوا ويتحمروا وياخذوا واحد اللون ذهبي. وهذا هو الشكل القراشل ديالنا، كيجيو لذاذ بزاف، الشكل ديالهم زوين، كيجيو خفاف من الداخل رطبين. نتمنى الطريقه ديالي تعجبكم البنات، وما تنسونيش بالدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم. شكرا لكم بزاف.